يا بتوع الجيمنج، حد نفسه يصنع لعبة معينة في دماغه؟ تخيل فكرتك تبقى حقيقة وتلعبها بإيدك. طب إيه بقى الخطوات؟ إيه الدراسة الصح؟ وفين الطريق اللي يوصلك تبقى مبرمج ألعاب محترف؟ النهاردة معانا خبير بجد، واحد من الناس اللي بتحول الأفكار دي لكود ولعبة بنلعبها. معانا محمد عبد المنعم، مبرمج ألعاب محترف، قدر يوصل لتعاونات مع كبرى شركات الألعاب زي يوبي سوفت وإيبك جيمز وغيرهم كتير. شهرته في اليوتيوب بتاع الجيمز، وهنكلمه علشان يكشف لينا أسرار المهنة. هنجاوب على كل الأسئلة اللي جات لنا بخصوص صناعة الألعاب وإزاي ندخل هذا المجال. وأنا قسمت الحلقة ل3 حلقات صغيرة علشان تركزوا، لأن اللي جاي مفيد جدا. يلا بينا نبدأ المكالمة. من مطبخ الألعاب معانا بتاع الجيمز، هنسأله شوية أسئلة. نرحب بيه الأول. صباح الفل. صباح النور. انت دلوقتي في كندا، احنا هنا في القاهرة الساعة 41 دقيقة فجرا. الساعة عندك كام؟ 46 المغرب أو العشاء. يعني احنا كده مش معطلينك. لا 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 أبدا. طيب خلاص، ندخل في الأسئلة على طول علشان خش. أنا مش عايز البودكاست يبقى طويل قوي، وهنقسمه تلاتات علشان إيه المواضيع يبقى بسيطة. تمام. وندخل على طول في أول سؤال. جاهز؟ جاهز. ماشي. أول سؤال معايا، هل شرط إن أكون مهندس أو مبرمج علشان أوصل لكبرى شركات الألعاب؟ يعني أنت إزاي مثلا وصلت لإيبك جيمز؟ وهل حد علشان إيبك جيمز أو يوبي سوفت أو أيا كانت الشركة إيه في الآخر عشان تقدر توصل لشركة من الشركات اللي بتعمل تريبل اي جيمز دي، هل شرط إن أنت تكون مهندس أو بروجرامر مثلا باك جراوند بتاعتك كده؟ طب تمام، خلينا نتكلم الأول في العموم وبعدين نتكلم عن تجربتي أنا. في العموم خلينا نتكلم على لعب معروفة، وبلاش نتكلم على حد في بوزيشن عادي جدا في موجود منه. يعني مثلا لو اتكلمنا على مبرمج فأنا موجود مني كتير. ماشي، خلينا نتكلم على حد مخرج لعبة، اسم من الأسامي الأيقونية. لعبة زي جاد اوف وور، لما تيجي سيرة اللعبة دي تفتكر على طول إيه؟ ديفيد جافي اللي اخترع جاد اوف وور، وكوري بارلوج اللي عمل الجزء بتاع 2018 في الريبوت والكلام ده. ديفيد جافي بدأ في الاندستري كتستر بس كده، راح يقدم في شركة ان هو يخش يتست اللعب. شغلانة التست دي التستر يعني مش بروجرامينج تيست، قصدك بيلعب اللعبة؟ خالص كواليتي اشورنس بالظبط كده. أوكي. كل شغلته ان هو يلعب اللعبة، يحصل كراش مم. يريبورت الكراش، يحصل حاجة ياخد سكرين شوت وهكذا. ودي بتعتبر مدخل لناس كتير جدا في اللعبة. وصل لايه؟ وصل لان هو اخترع وابتكر وكتب والف شخصية من اهم الشخصيات في عالم الالعاب، كوري بارلوج. تمام، نفس القصة. بدأ كأنيميتور، دخل كان أنيميتور بره الجيم اندستري في شركات اللي بتعمل موشن جرافيك بقى، رسوم متحركة، حاجات من يعني دي. نقدر نقول ان هو ارت. ارت بالظبط كده. وانتهى بيه المطاف فنون ان هو جميله او حاجه زي كده. بص، انا بحاول اقرب شويه الميجرز للدنيا عندنا هنا في مصر، لان انا في ناس تمام كتير بتسمعني طلبه وكده يعني. تمام بتاع تحريك بيشتغل في الاعلانات مثلا. اوكي. وانتهى بيه المطاف ان هو مخرج لعبه من اكبر اللعب. كذلك هيديتاكا ميازاكي، طبعا قصته معروفه. ده كان محاسب وساب المحاسبه وهو عنده 29 سنه ولا 30 سنه، وقرر يخش الجيمز. ولما دخل الجيمز ما اشتغلش كده على طول، اشتغل حاجه اسمها بلانر، اللي هو يعني ايه؟ ماسك الدوسيه وعمال يجري ورا المخرج طول الوقت، يعني بيخطط حاجات، بيخطط تاسكات، كذا يتعمل امتى بتاع بس. وبعدين انتهى بيه المطاف ان هو بقى مخرج ومدير لشركه من اهم شركات الجيمز. كذلك فوميتو ويدا بتاع شادو اوف ذا كولوسس وايكو ذا لاست جارديان. كذلك كان شغال انيميشن بتاع تحريك في شركه بتاعت حاجات تحريك، ومنها حس بشغف للجيمز، دخل الجيمز. فمش ضروري انك تخش قوي الجيمز كمبرمج ويبقى معاك شهاده في البرمجه. وحتى لو دخلت الجيمز كمبرمج مش ضروري اصلا يبقى معاك شهاده في البرمجه. يعني انا اصلا معيش شهاده في البرمجه، انا دراستي كلها كانت انت خريج ايه؟ علوم. انت خريج ايه؟ انا بكالوريوس علوم وتربيه. يعني على الورق المفروض ان انا اكون مدرس بيولوجي او حاجه زي كده، لكن انا كنت عندي شغف للموضوع ده من قبلها بكتير، وكنت بدات اشتغل في مصر في شركات بتاعه ال3 دي والانيميشن والكرتون، واشتغلت في مسلسلات ممكن الناس تبقى سمعت عنها، حاجات زي كراكيب او بسنتو دايستي او الحاجات ديت. بسنتو دياستي ده كان هو يعتبر اول حاجه 3 دي في مصر تبتدي تبقى ليها ملامح، ما تبقاش الفريمات بالظبط بتتكرر، ما تبقاش الانيميشن، يعني تبقى الانيميشن شويه كويس. بالظبط. كان قبليه في تجربه احلى، يعني مش احلى بس هي التجربه اللي منها طلع بسنتو دياس، كانت اسمها كراكيب، اللي هو كان بطوله اشرف عبد عارف كراكيب الباقي. كويس، عارف كراكيب بالظبط كويس، ده بس برضه. بس في الاول كانت بتعتمد على قوه الستوري بورد والارت بتاع الممثلين، بس ما كانش الانيميشن حلو. انا بالظبط بسنتو دياستي اول حد يبقى فيه كونفينسنج انيميشن. بالظبط كده.
مم. فهي ده وانت كان دخلت العالم ده من خلال كورسات عاديه، زي مثلا زمان قوي يعني، لو انا قديم شويه، واحد راح خد كورس 3 دي اس ماكس ولا كورس مايا، وبعد كده قدم الريل بتاعه في شركه، تاخد في شركه، ابتدى يشتغل كانيميتور صغير وهلم جرى، صح كده؟ بالظبط حاجة زي كده. هو أنا كنت عايز مم. أشتغل في الجيمز، وبعدين لما مم. بدأت أتعلم كنت بجيب مجلات. كان في مجلات مم. زي مجلة علاء الدين مثلا، دي مجلة اه قصص، اوكي. بس كان في الآخر بيبقى في باب عن الفيجوال بيزك. فكنت مم. بقرا الابواب ديت والحاجات ديت، وكنت عايز مم. اشتغل في البرمجه، بس مم. ما لقيتش حاجه موجوده في البرمجه. لكن اللي مم. لقيته هو شركات بتعمل كرتون، وشركات بتعمل، كان ساعتها اللي طالع قوي كرتون الصلصال ودكتوره منى ابو النصر وبكار و2 دي والحاجات ديت. ولكن عرفت الاقي شركات بتاعت 3 دي قريبه مني، كانت في ميدان الحجاز، وانا ساكن في عين شمس. فكان سهل مم. جدا ان انا اروح اشتغل في مم. الشركه ديت. مم. وبدات اشتغل فيها. كان عندي يعني من وجهه نظري اهي مم. شغلانه على الكمبيوتر احسن من شغلانه مم. بعيده عن الكمبيوتر، بالاضافه ان انا مش مم. مجبر ان انا اشتغل في السن ده او الفتره دي. يعني بتكلم مم. الكلام دوت، بتكلم في سنه اولى جامعه او حاجه زي كده. ما فانا ما شاء الله. كنتش مجبر مم. ان اشتغل، ولكن مم. لقيت جات لي فرصه، فهبقى قاعد على الكمبيوتر. فانا قاعد على الكمبيوتر بعمل 3 دي وبتعلم حاجات في الانيميشن والكرتون والكلام ده، لكن في نفس الوقت انا ما بعدتش كتير، لسه قاعد على الكمبيوتر، فاقدر ان انا اجرب واحاول واعمل حاجات مختلفه ليها علاقه بالجيمز. فهي جت من هنا طيب، يعني هي ما كانتش دراسه. انا كده فاهم قصدك، بس ناقص بقى التركه الاخرانيه دي. كده انا فهمت ان اي حد دراسته ارت او اي حد انترستد في مجال الجيمز يقدر يخش يشتغل في الجيمز يعني. مش بالظبط. لازم افترض ان انا اخش اشتغل في التكنيكال وفي الداينامكس وفي الميكانكس، ممكن اكون اشتغل هعمل حاجه ريليتد للي انا فاهمه عن الجيمز، من اول التستنج للجرافيكس للارت للانيميشن. كل واحد ليه حاجه، بس في النهايه خالص، طب انا عايز ادخل المجال، فانت عشان تدخل المجال ما انت لازم يبقى عندك مؤهل. فاهم بالظبط. قصدي؟ شركات الالعاب خاصة للطلبة بتقيس بالشهادة ولا بتقيس لو انت اشتغلت في العاب قبل كده؟ خاصة لو انت فريش، انت اكيد ما عملتش العاب. ايوه. ولا انا عارف طبعا انت عملت لعبة بالكامل، لسه هنتكلم عليها ليتر اون. بس انا بتكلم دلوقتي لو واحد ما عندوش ما عندوش غير المؤهل الدراسي، هيقدر ازاي يحط بس رجله؟ تمام. بص، الدخول بيكون بعدة طرق. طريقة منهم مم. انك بتدخل الشركة كانترن، واعتقد ان دي ممكن تكون صعبة شوية عندنا في مصر او الدول من العربية، لان مصر صعب، اه. معظم شركات الجيمز بتكون انت اجنبية سافرت الاول وبعد كده ابتديت تحاول انك انت تجوين، صح؟ بالظبط. لا، انا جاي لك في السكة. طيب. خلينا الاول نقول الطرق اللي ممكن حد يخش بيها، وبعدين انا دخلت ازاي. اوكي. الطرق اوكي. اللي ممكن حد يخش بيها ان هو دي اسهل طريقه معروفه بره، ان هو انترن، بيخش انترن في الشركه، بيبتدي يعمل صداقات، بيخلص المنحه الجامعيه بتاعته ولا ايا يكن، وبعد كده بيقدر مم. يتواصل مع الناس دي تاني. والله انا خلصت الجامعه بتاعتي، فممكن اجي اشتغل معاكم. فساعتها ممكن يكون مفتوح بوزيشنز جونيور او حاجه، فبياخدوه. الطريقه التانيه بالوسائط والمعارف. يعني انا عارف ان هي جمله غريبه مم. جدا لما نتكلم عن مم. الجيمز وبنتكلم على شركات بره، بس صدقني مم. في جزء كبير من الناس بتدخل الشغل في الشركات دي بالوسائط والمعارف. في ناس مم. اساميها بتنزل في اللعب، بتخش الشركات وممكن ما تشتغلش في لعبه واسمها ينزل في لعبه. مم. يعني في مره من مم. المرات انا كنت سامع واحده هو والجيرل فريند بتاعته شغالين في نفس الشركه. هو شغال في فار مم. كراي وهي مش ما اشتغلتش في اللعبه، وقاعدين على مم. الغدا، فبتتكلم بيقول لها انا حطيت لك اسمك على فكره في الكريدتس بتاعت فار كراي. شكرا شكرا. فيعني فار كراي في دي اصلا لو نزلت في السي في بتاع حد لو في وقتها، ده كده خلاص، ده كده اي شركه ممكن خلاص تاخده عدى يعني. البحر. بنتكلم على فار كراي برايمال كمان، خد بالك يعني، اوكي. واحده من اهم الفار كرايات اللي نزلت. فهي من الالعاب اللي بتبوش الباوندرز او بتقتحم تكنولوجيات جديده على مجال الكمبيوتر هاردوير والسوفت وير والجرافيكس، خلاص انت بالظبط كده. كده، انت كده ليدر، انت خلاص اندستري ليدر. عديت. اوكي. فالوسائط ليها مكانها. الجزء التاني ان انت ممكن تخش بالسي خلينا في عشان ما بتاعك. نعقدش الناس، ما نقولش وسايط، نقول زي ما بيحصل. انت في الاخر خالص لو ليك حد جوه شركه، معارف بتبقى دايما مأموريتك اسهل في انك انت تعدي الجيت كيبرز، او بكتير اللي هم الناس اللي في الاول دول. بكتير بكتير. which is صعب وسهل. هو صعب لانه هو طبعا حاجه وحشه ان هي واسطه، ايوه وسهل فهي الفكره ان انت مهمتك حسب ما انا فهمت منك ان انت تلاقي اي حد في اي شركه بس يبقى انسايدر، يعني دور عليه في اي حته، سواء بقى دكتور في صح. جامعه، سواء حد صاحبك، سواء حد واحد صاحب اخوك ابن عمه، الكلام المهم تدور على انسايدر بالتوازي، مع انك انت بتكون فوكسد او بتركز على اسبكت واحد من الاسبكتس بتاعت الجيمز لحد ما تحط رجلك جوه الشركه. حطيت بقى رجلك جوه الشركه، هم خلاص يعلموك. بالظبط بتبقى اسهل بكتير. مم. الحاجه بقى اللي انا عايز اقولها، والطريقه مم. اللي مشيت معايا، هي يعني مم. هي مش طريقه قوي قد ما هي انت بتجتهد على قد ما تقدر، وبيكون مم. في خطتك انك تكون
في التنافس دوت على اعلى مم. قدر من التنافسيه، يعني بحيث ان انا مم. اقول ايه، ان انا لما يتحط السي في بتاعي مم. ضمن 10 على ترابيزه واحده، يختاروا بتاعي مم. بمنتهى السهوله كده، يشدوا بتاعي يقولوا لا مم. هو ده. فديت كانت مم. الطريقه اللي انا بحاول العب عليها، ان انا اكون متابع بقدر المستطاع، مم. على درايه بالحاجات الجديده، على درايه تكنولوجيز الجديدة. بالخبايا، بالظبط، والخبايا مم. بالاسرار بالحاجات ديت. عارف ايه مم. اللي ممكن يعجب الشركات، وابتدي العب عليه واطور نفسي فيه واقوي نفسي فيه اكتر. بس في الاول مم. في الاخر هي يعني حاجه بتيجي من عند ربنا، هي مش مم. يعني هي دوت في الاول في الاخر بتبتدي تتجلى حسبة الرزق. يعني انا في مم. اوقات كنت ببقى داخل داخل الانترفيو وانا متاكد مم. خلاص، يعني انا داخل عشان انا اللي هتاخد، يعني ما اتاخدتش انا، اوكي. مين هيتاخد يعني؟ مم. فاهمني؟ لكن مم. بتكتشف ساعتها ان اللي اتقبل في الوظيفه واحد اقل منك امكانيات كتير. مم. بتستغرب اوقات، فانت بتعرف ساعتها ان حسبة الرزق دي فوق كل حاجه، يعني مهما عملت هي حسبة الرزق في كل صح حاجه، صح ولكن صح، انت انا بتحاول متفق معاك في تسعى. الحتة دي. بالظبط. انا يعني في مصطلح الاوفر كواليفايد ده، يعني ما كانش مم. طلع المصطلح بتاع اوفر كواليفايد ده، لا والله انت، مم. والله انت يعني ممتاز مم. وشاطر وحلو كل حاجه، بس انت واسع قوي على البوزيشن، واحنا عايزين حد بامكانيات اقل. صح، عشان نديله فلوس آه اقل. بالظبط. تاني حاجه، مم. انا بالنسبه لي عمري ما يعني خططت قوي لبعيد. يعني ايه؟ انا مم. اقول لك، اول شغلانه رحتها بره مم. مصر، كنت مم. مقدم في شركه امريكيه في مم. سياتل، وعديت الانترفيو وعملوا لي تكنيكال سياتل تيست، عديت مدينة التكنيكال تيست. فنية جدا. مم. ايه؟ سياتل مدينة فنية جدا، فيها اه مصورين لا، ما كتير انا وفيها. انا هقول لك، انا مم. عمري ما خطيت برجلي سياتل. مم. عديت الانترفيو والتكنيكال تيست والكلام ده كله، وبعدين لقيتهم بيبعتوا لي الاتش ار، بعت لي ورق وبتقول لي خده وروح على السفاره الصينيه. فبقول لها يعني مم. اروح السفاره الصينيه ليه؟ وانا عشان اروح امريكا لازم اروح الصين الاول؟ قالت لي انت مين قال لك انك جاي امريكا؟ انت رايح الصين. والله رايح الصين ايه؟ مم. انتوا مش شركه امريكيه والبوزيشن في امريكا؟ مم. ايه لا 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 لا، احنا اللي هو الرئيسي بتاعنا، اللي هو الهيد كورتر بتاعنا موجود في سياتل، مم. لكن احنا مم. كل فريق المبرمجين والتطوير بتاعنا موجود في مم. شنغهاي في الصين. مم. فانا ساعتها يعني اتصدمت وازبهليت، واحلامي كلها تحطمت، والحلم الامريكي مم. تحطم. بس بعدين مم. قلت خلاص، يعني ما صين ايه الصين؟ يعني انا عمري ما رحت مم. الصين، سفر بسفر اروح وكده. فقلت مم. لهم خلاص مم. انا هروح ونشوف، وممكن اقعد من شهر ل3 شهور، ولو عجبني الوضع اكمل. انا رحت مم. الصين، قعدت 10 سنين هناك، عجبتني البلد جدا. مم. انت كنت فين في الصين؟ كنت معظم الوقت في شنغهاي، اللي هي رحت نزلت عليها في اوكي، الاول. انت لازم اه. تتبسط. وبعدين رحت مدينة عائلية أكتر صغيرة، مم. وكانت تكلفة مم. المعيشة فيها أقل، كان اسمها مم. تشينجدو، وكان يوبي سوفت مم. ليها فرع ليها 3 فروع في الصين وقتها. فكان تشينجدو ليهم دي فرع في مدينة تشينجدو. كبيرة، لا مش دي المدينة اللي فيها عرب معظمها. لا لا لا، التانية جوانزو، أو اه شينزن، دول فيهم عرب. تشينجدو دي مينا. تشينجدو مدينة جبلية. في شينزن اوكي. اللي هي اللي فيها اوكي. المينا والاستيراد مم. وتصدير وصناديق وحاجات كده. اوكي. اوكي. جميل. فدي كانت الرحلة الأول، إن أنت تحط رجلك أيا كان في مصر، في الصين، في موزمبيق، المهم إنك أنت تحط رجلك في أي حاجة اندستريال. وبعد كده من أول من النقطة دي تتعلم اللي تقدر عليه، ما تسألش في أي حاجة فيها فلوس، المهم إن أنت تبقى أب تو ديت. وتبتدي بعد ما يبقى عندك كواليفيكيشن، أنت اشتغلت في شركة ألعاب قبل كده، ممكن ساعتها الناس تبص أنت عملت إيه قبل كده. بالظبط، لان التنافسيه مم. بتبقى عاليه جدا في مم. الشغلانه دي. وفي نقطه عايز اوضحها، ان مش لازم اول شغلانه ليك تبقى انت يعني اثبتت نفسك فيها. في مره مم. كنت بعمل انا الانترفيو لحد، مم. وجالنا 3، واحد كان مش مم. كواليفايد خالص، يعني مم. يعني بنساله هو مش فاهم اللي بيقوله. فده مم. انت بتبقى عارف ان هو ايه، يعني عايز يشتغل مم. وخلاص، بس مم. لا، سمع ان شغلها بتجيب فلوس، فقال لما اعمل سي في اي كلام، هو بيقول مم. حاجات هو مش فاهمها موجوده في السي في، فده طلعناه بره الحسبه. 2 تانيين، واحد كان عنده 10 سنين خبره، وواحد عنده سنه خبره، والسنه مم. خبره دي كان بيتدرب. بس مم. انا في الاخر لما طلب مني ريكومندلتهم الشخص اللي عنده سنه خبره. مم. فلما سالوني، مع ان كان كل اللي عملوا معايا الانترفيو رشحوا مم. الشخص اللي عنده 10 سنين خبره ده. مم. في الاخر قلت لهم انا شايف ان دوت عنده قابليه اكتر للتعلم. مش معنى كده ان اللي عنده 10 سنين مش عايز، ما عندوش قابليه للتعلم، بس هو جاي هنا كبير وعايز يكبر اكتر. مم. او بمعنى ادق عايز يجي يبقى رئيس، مش عايز مم. يشتغل. والبوزيشن ما كانش مظبوط. للاسف بوزيشن اداري، ما كانش ليد مثلا مم. بوزيشن او كده، كان بوزيشن عادي جدا. فحسيت اوفر كواليفايد شويه على اللي انت المفروض بالظبط. منتظره منه. قلت لهم هاتوا الولد اللي عنده سنه واحده خبره دوت، ومش هتندموا. وفعلا مم. سمعوا كلامي وخدوا الولد اللي عنده سنه ده، في خلال سنه كان اترقى بقى سينيور، السنه اللي مم. بعدها بقى ليد، السنه اللي بعدها مم. بقى برنسبل.
مم. الواد كان بيقتل نفسه في ان هو يعني بص سابق الدنيا، الحاجة مم. الجديدة قبل ما نعرفها كان يجيبها على طول. مم. فهي كده، هي حسبة ان انت بتجتهد، بس هي حسبة مم. اجتهاد مش اكتر. طيب ندخل على السؤال اللي بعده. الكلام حماسي جدا. انا اذا كملت معاك في السؤال الاول ده بس ممكن نخلص ساعات عليه. انا عايز اقول ماشي. اسئله الناس كلها، وبعد كده ممكن نبقى نعملها حلقات لو جات لي اسئله اكتر. بس خلينا تمام. بقى ايه، نخش على الاسئله بقى اللي ايه الشديده كده، الناس بقى عندها راوند فيجر ازاي تحط رجلها. بس الاول محمد عبد المنعم، الناس عايزه تبقى فاهمه. يعني انا قدمتك في اول الحلقه، ولكن زي ما انت بتقول على الشركات ان هو بعد كده ما يبقاش طالما انت اشتغلت في شركه العاب اول مره، بعد كده الناس بتبص بقى البروجكتس اللي انت اشتغلت فيها. فانا اللي عايز تمام. اساله ايه اهم الالعاب التريبل اي مثلا اللي انت ساهمت فيها، وايه الالعاب اللي انت عملتها شخصيا، انت اللي عملت اللعبه فروم A to Z. تمام. بص، اللعب اللي اشتغلت فيها، في لعب ببقى فخور بيها قوي، ولعب ببقى امم اشتغلت فيها لان انا اتفرض عليا اشتغل فيها ايا يكن بقى. في الاخر انت بتوصل لمرحله ان دي بقت شغلانتي، يعني هي دي صح، شغلانه اكل بروفيشن عيش. يعني ما هو ده اللي بالظبط. هفتح بيه البيت، هو ده اللي هعمل بيه امم المصاريف. فساعتها اوقات بتضطر انك خلاص المشروع ده اجبر عليك في الشركه، ومش قادر انك تلاقي وظيفه تانية لسبب او ده لاخر، مش بيحصل في قادر. كل شغل برضه، هو ما فيش حد بالظبط. بيقدر يشتغل اللي هو عايزه على طول. بالظبط، فبتقبل انك مم. تشتغل في اللعب دي حتى لو هي مش من نوعيه اللعب بتاعي. يعني انا ما بحبش اللعب المالتي بلاير او الاونلاين، تمام، لكن اشتغلت ولا في انا. اتنين كبار بس منهم. كده الناس هتقفل البودكاست دلوقتي. مش عشان حاجه، بس هي يعني الشغل فيها متعب جدا، يعني اضرب مم. الشغل في 10، فاهمني. عشان فيها لكن تيستنج كتير وفيها كتير جدا، ووقته بيضيع مم. كتير جدا عشان مثلا تطلع نسخة، او كتبت سطر واحد عدلته وعايز تختبره، لازم تطلع نسخة مم. بيلد سيرفر بيلد، يعني نسخة مم. للسيرفر ونسخة مم. للكلاينت مم. وتوصلهم ببعض في قصة كده. يعني انا بحب اما اعدل حاجة او اضيف حاجة اشوفها على طول، اشوف ما الريزلت. ضيعش ما ضيعش عمري فيها. حلو. فمن اللعب اللي اشتغلت فيها كان اساسنز كريد. انا دخلت يوبي سوفت في نايس. وقت اساسن كريد اوريجينز واوديسي وفالهالا، مم. واشتغلت مع يوبي سوفت في حاجات كتير. في حاجات اسمي نزل فيها، في حاجات كان ليا انضمام شرفي كده كام شهر التحق بالمشروع، ومليون بوليسي ما كده شاء لازم الله. تشتغل مم. مدة معينة عشان اسمك ينزل فيها. مم. اشتغلت في لعبة باتل رويال اسمها هايبر سكيب. اشتغلت في اوكي. سكالم بونز، مم. اكبر لعبة فشلت في تاريخ يوبي سوفت، 9 سنين من اوكي. التطوير. بس انا الحمد لله اشتغلت فيها في اول مم. 4 سنين. مم. وكنت يعني من الشغل بتاعي نزل ساعتها في الاي 3 اناونسمنت لما اعلنوها وانت لاول هنا كنت مره. بتشتغل جيم انجن بروجرامر؟ غالب الوقت كان هو ده التخصص. يعني اوقات مم. بتنحرف لحاجه جرافيكس مثلا بس او كده، لكن في مم. شركات كتير بتفضل انها تبقى واخده الشخص جنرالست بروجرامر في الجيم انجن. مم. اشتغلت في لعبه نزلت من سنتين كده تقريبا اسمها ذا كاليستو بروتوكول بتاعت جلين مم. سكوفيلد. مم. اشتغلت في لعب ممكن تكون معروفة ومش معروفة قوي، قديمة شوية، زي أليس طب مادنس انا عندي وجريم. سؤال خارج كل وسؤال انا مش محضره، بس بما انك انت أكيد. اشتغلت في يوبي سوفت انا عايز اسالك سؤال ده. هو البرنس اوف بيرجيا ذا لوست كراون، المخرج جنسيته ايه؟ عشان هو اسمه عربي والموسيقى بتاعت اللعبه متنقيه بطريقه اللي هو مش قادر اصدق، فانا عايز اعرف بس جنسيته ايه. بص، يعني أنا ما مش عارف بصراحة، بس أنا كل اللي أقدر أقوله لك إنك فرصة إنك مم. تقابل المخرج في اللعبة اللي أنت بتشتغل فيها دي زي فرصة مم. إن أنت ماشي في أوضة فاضية وتخبط صبعك في مم. رجل الترابيزة. بالظبط كده. مستحيل يعني تشوف. يعني عايز اقول لك انا اشتغلت في اساسنز كريد اوريجينز بعد اللعبه ما مم. نزلت. اخدت انا عمري ما شفت اشرف اسماعيل اللي هو المخرج بتاع اللعبه، ولما مم. اللعبه نزلت اخدت التماثيل هديه، فاخدتها معايا مم. ونزلت مصر ورحت بيها الهرم في الجيزه قدام مم. الهرم مم. الكبير، وصورت التمثال بتاع بايك والتمثال بتاع آية وكده. مم. ولما رجعت بعتهم للمخرج، بعتهم له في ايميل، ولا رد عليا ولا عبرني ولا اي حاجه. بعت له في رساله على السكايب، وقتها كانوا بيستخدموا سكايب، مم. ولا رد عليا ولا، مع انه كان اونلاين ب- وكل حاجه. بس هما ففرصه بيبقوا بس هما بيبقوا ناس يعني تقيله. شويه يعني، ففرصه انك تتعرف عليه مم. قوي من قريب. يعني مم. ما يعني في لعبه مم. اشتغلت فيها ما المخرج اتغير كذا مره، تلحقش مم. تعرفه اصلا. يعني زي سكالم مم. بونز دي كان ليها 4 أو 5 مخرجين، اخرهم كان مم. واحد سنغافوري. مم. مم. أه و... طب وساهمت في بالنسبه لعب للالعاب. كده مساهمات بسيطه زي فور اونر ورابيدز. مش رابيدز مم. وماريو، رابيدز مم. بارتي جيم. كانت على اوكي. نينتندو سويتش. مم. لعب دي مختلفه بتاعت يعني. ماريو اند رابتس. لا، ما اشتغلتش في دي، بس لمست الكود بتاعها يعني، خدته. كان مم. ساعتها اللعبة دي كانت أول لعبة تتعمل، لعبة مش تريبل اي ضخمة، وتستخدم مم. محرك سنو دروب اللي هو بتاع مم. ذا ديفيجن.
مم. لان يوبي سوفت كانت بتحاول ان هي تسوق يعني تموديولارايز قوي المحركات بتاعتها، بدل ما كل لعبه مم. ليها محرك ياخدوا محرك مم. زي سنو دروب ده بيستخدم في ذا ديفيجن تمام، مم. ويستخدموه في حاجه زي ساوث بارك فراكشر بات هول، مم. واستخدموه في حاجه زي ماريو اند رابيدز. فساعتها مم. كان يوبي سوفت اشتغل على لعبه رابيدز تانية بارتي جيم، مم. وكانوا عايزين ياخدوا السورس كود بتاع ماريو اند رابيدز ويكستراكتوا منه اللعبه الجديده، لانه اوريدي مم. في الرابيدز والتحكم بتاعهم وكده، فهيكون سهل انك هو ايه. عامة ماريو اند رابيدز لمحبين البارتي جيم اللعبة كسرت الدنيا، الناس اه انبسطت منها جدا على عكس لعبة رابيدز هو وعلى عكس اي رابيدز الفرانشايز بتاع رابيدز. اي رابيدز اه. دايسه يعني. انا بصراحه لما دخلت يوبي سوفت كان املي اشتغل في حاجه من الثلاثه، يا فار مم. كراي يا مم. رابيدز يا مم. ريمان، يعني اكتر ثلاث مم. لعبه انا كنت احبهم للشركه دي ريمان حلوة جدا الصراحة. بالظبط. مم. و... وفي لعب انا كنت بعملها، يعني اي حد بيشتغل في مجال الجيمز هتلاقيه لو هو قول لي داخل بقى مجال. الالعاب، عشان انا مش مصدق لحد دلوقتي ان ممكن واحد لوحده يعمل جيم والجيم تبقى حلوه. يعني انت عامل تقريبا في جيم كنت بعتها لي، هي مالتي بلاير اونلي بس ما فيهاش سنجل بلاير. انا لقيت الجيم على ايوه ميتا كريتيك واخد 6 وان مان شو. ده ايه حاجه رايك؟ عظيمه جدا، ده حاجه ده مش ممكن، انا ما صدقتش. انا قلت ده بيشتغلني يعني، قلت اكيد في حاجه غلط. بص هو فما شاء هو الله في مجال، فاقول. انا اقول لك في مجال الجيمز يعني في ناس بتلاقيها حابه المجال ده داخلاه، انا بحب الجيمز وانا جيمر في الاساس، فليه ما تحولش ان انا جيمر دي تبقى شغلانه، فاهمني؟ الناس ديت بتلاقي تقريبا غالبيه يومها ضايع في حاجات ليها علاقه بالجيمز، مش ضايع او خلينا نقول لك بطريقه احسن، بيتم استثماره في حاجات ليها علاقه بالجيمز، اما قاعد بيشتري حاجه من على امازون ليها علاقه بالجيمز، او قاعد بيتعلم حاجه ليها علاقه بالجيمز، او بيشتري تيشيرت ليه علاقه بالجيمز، فاهمني؟ يعني إيه، كل حاجه بيتفرج على مرتبط قنوات يوتيوب. بالكالتشر بتاع الجيمز. يعني انا مثلا انا هنا بتكلم بالظبط على الجيمز كتير، بس بتكلم من منطلق ان انا عاجبني الكالتشر دي وبحبها، بس انا ما اشتغلتش فيها قبل كده خالص. بالظبط، فتلاقي نفسك اي حاجه بتزوقها في اوضتك ليها علاقه بالجيمز وهكذا. وفي ناس في الصناعه عندنا ملهاش علاقه مم. بالجيمز، ما تعرفش الدراع مم. بيتمسك ازاي، فاهمني؟ مم. فغالب الناس اللي من الفئه الاولانيه بيبقى بيتاساين له تاسك، والتاسك ده هو بيعمله زي اي واحد شغال في شركه، في بالظبط كده، اوراكل مثلا. بالظبط، وبيبقوا شاطرين في شغلهم، مش شاطرين. مم. هو في مم. الاول في الاخر بيبص لها من ناحيه ده كود او رسمه او حاجه بعملها وخلاص على كده، زي مم. اي رسمه خارج مجال الجيمز. مم. بس فالناس اللي بينطبق عليهم الفئة الأولى اللي أنا منهم، هتلاقيهم مم. غالب الوقت في وقتهم الفاضي بيحاول إن هو يعمل لعبة، حتى لو إن كانت لعبة مفيش من وراها أي هدف ربحي، أو بيدخلوا مم. مسابقات اللي بيتقال عليها جيم جام، يعمل لعبة في مم. 3 أيام في أسبوع في مدة قصيرة. مم. بس فهتلاقي ناس كتير بتبروديوس لعب، يعني دي مش حاجة حصرية ليا إن أنا ببروديوس لعب في وقتي الفاضي، هتلاقي كل الناس اللي داخلة الجيمز عن حب هتلاقي دايما مم. بتعمل لعب في وقتها الفاضي. عملت لعبة من فترة كده كان اسمها مم. كوتد، مم. وكنت ساعتها يعني متجه لسكة ان انا اخدها واروح بيها المهرجانات، مش مهم اللعبة تكون ربحية، مش مهم اللعبة تكون يعني فايرال، بس المهم ان مم. اللعبة تاخد جوائز وكده. اوكي. وسافرت بيها كذا مهرجان، ورحت بيها طوكيو جيم شو اعرضها هناك مم. وكانت ما شاء الله. حاجة حلوة يعني، كانت لعبة عن مم. الالوان في وقت كان ساعتها لسه ما دخلش موضوع انك يبقى في لعب عن الالوان ودمج الالوان وكده، الكلام ده كنا بنتكلم مم. على 2010 او حاجة زي كده. مم. مم. وعملت لعبة اسمها بينجونز اوف ذا نورث، اللعبة دي انا مم. حطيتها في الاخر على ستيم ببلاش شوية بطاريق مم. كده بس. هي لعبة ظريفة يعني، مم. لعبة من العاب الغضب اللي هي مم. بتعصبك وانت بتلعب وكده. اوكي. وفي شوية لعب تانية كتير كده كنت بعملها في جيم جامس، مسابقات مم. وحاجات كده، بس بتبقى كلها اهم مسابقات. اهم لعبه هي اللعبه المالتي بلاير اللي انت بعتها اه لي دي، آه، اللي انت بتعتبرها اكبر دي برودكشن دي يعني. دي اهم واحده، لان هي اكبر واحده، لان هي اولا الكواليتي بتاعها عالي جدا واخدت مم. وقت كتير، اللي هي اسمها مم. تشيكنز مادنس. مم. اللعبة دي أنا بدأتها في حوالي 2012 أو حاجة زي كده، بدأتها على مم. محرك اسمه يونيتي، مم. وبعدها بسنتين نزل محرك الأنريل. أنا كواحد مم. بستخدم أنريل بقى من فترة، استخدمت أنريل 2 وأنريل 3، هو فكنت هو هو سعيد. يونيتي وانريل في واحد فيهم فري صح؟ الاتنين دلوقتي فري، بس زمان كان بس كان ايبك جيمز اللي هي المسؤوله عن انريل اعتقد بتبيع حاجات جوه الانجن دي لو جيت تنزل لعبه، ولا يعني بتاخد رويالتيز او بتاخد فلوس منك لا، ولا لا؟ بص هو مفيش شركه مدياك ببلاش، تمام؟ مم. لكن مم. في محرك زي جودوت اعتقد، او مم. جودو الناس بتقولها بطريقه مم. مختلفه، ده مم. اعتقد 100% ببلاش. لو عملت لعبه انت مش كوميتد انك تدفع فلوس، مش مضطر مم. انك تدفع فلوس لصاحب المحرك. لكن اوكي. يونيتي لما بتوصل مبيعاتك لحد معين بتبتدي تدفع مم. لهم، ايبك جيمز مم. كذلك لما بتوصل مم. مبيعاتك لحد معين بتبتدي تدفع لهم فلوس، فهو اوكي. مش ببلاش.
فأنا كنت عامل Chickens Madness دي على اليونيتي، وكنت ببروتوتايب اللعبة، يعني ببنيها من الأول، مم. وبعدين نزل الانريل. فانا بحب الانريل لاني كنت بستخدمه، ولكن مم. وقتها لما كنت بستخدمه فقط في الشركات اللي بشتغل فيها، لان هو كان مم. ساعتها ليه رخصه، والرخصه عارفش ب5 مليون دولار وحاجه كده. مم. فبمجرد ما ايبك نزلت المحرك في 2013 او 2014 نزلوه ببلاش، مش ببلاش، نزلوه ب $20 مم. $30 حاجه زي كده، اشتراك شهري. على طول اشتركت فيه، وقررت ان انا انقل اللعبه لي، وفضلت مم. شغال في اللعبة على أساس إن اللعبة هخلصها بسرعة يعني، كمشروع مم. جانبي. واللعبة ما مم. خلصتش في 2014 15 مم. 16 17 18 سحبت جامد لغاية أما اللعبة نزلت في 2020. اللعبة خدت 8 مم. سنين تقريبا كمشروع جانبي بعمله، مم. بس نزلت بس هي اللعبة كلها 100% انت اللي عاملها لوحدك، فلا كلها تاخد يعني. الوقت حتى ده. في اصوات في اللعبه ده صوتي انا، في كلمات بتقال في اللعبه كده ده كلام انا، حاجات كتيره انا مهم. اللي عاملها. ممكن اكون جبت اوكي. كام اسيت كده اللي هو 3 دي مم. موديل، كام واحد مم. كده مجاني من على النت، لكن غالبيه مم. الحاجات انا اللي عاملها كلها، ما عدا الموسيقى لان مم. ما بعرفش اعمل موسيقى. مم. وبرمجتها كلها. اشتريت. مم. برمجتها كلها، واللعبه تقريبا يعني خدت الانريل من اول انريل 4.0 فضلت لغايه، بتحدث ماشي مع الابديتس لحد اخر ابديت لما نزلت بالظبط دي. بالظبط، اللي اوكي. هو تقريبا 4.24 او حاجه زي كده، كان اخر اوكي. حاجه، وده اللي نزلت بيه اللعبه. مم. ونزلت على الاكس بوكس والستيم. يعني عايز اقول لك اللعبه قد ايه قديمه. اللعبه نزل لها فيديو على الستيم جرين لايت، لو تفتكر مم. الستيم جرين لايت، مم. وتوافق عليها في اسبوع وبقى ليها صفحه. الستيم جرين مم. لايت ده اصلا فالف لغيته بقى لها سنين يعني. مم. فاللعبه يعني على ستيم ليها صفحه على ستيم بقى لها سنين كتير من قبل ما تنزل. ونزلت على نينتندو سويتش والاكس بوكس 1 وسيريس، وحاليا في ابديت او في نسخه للبلاي ستيشن 5، بس انا فقدت الاتصال بيها شويه لان عندي مشاكل مم. لوجستيه في الكمبيوتر بتاعي. انت لكن قلت كان لي اخر حاجه كان الاعصار اللي ضرب البيت عندك والدنيا غرقت. يعني بالظبط كده. معلش معلش، الحمد لله جت سليمه، المهم ان انت الحمد سليم، اي لله. حاجه تانية تتعوض يعني. اكيد اكيد الحمد مم. لله. فاللعبه يعني انا مش عارف اكسس الايميل واشوفها، لكن هي كنسخه بلاي ستيشن 5 يعني يا كانت رب الناس خلصانه. اللي بتتفرج ويعجبها تخش تجربها وتقول لنا رأيهم، يعني دي حاجة. هي بالنسبة لي أنا قبل ما تكون لعبة، كون اللعبة حد عاملها مصري واخدة 6 على ميتا كريتيك. 6 ده يا جماعة رقم عالي جدا بالنسبة لحد عامل لعبة لوحده يعني. يعني أنا عارف الناس كتير هترد تقول لك في اندي جيمز واخدة 9 والكلام ده، حتى الانديز اللي واخدة 9 دي ما بيبقاش حد عاملها لوحده، باستثناء بقى إيه يعني، حاجات قليلة وبتبقى يعني احنا ما بنتكلمش على توبي فوكس مثلا، هو الوحيد اللي عملوا فيه 20 واحد زيه، العابهم بتاخد 2 بالظبط وواحد وثلاثه. بالظبط. فدي فخر، وانا حسيت هي بفخر وانا لعبتها الحقيقه، واللعبه ظريفه جدا. وفي اصلا يعني في حته ما بتدلش في السكور على جودة اللعبة، انما بتدل ده، بس انا عايز اشرح الحتة دي للناس. في حتة في السكور بتبقى عاملة زي الفنادق الفايف ستارز مثلا، انت علشان تاخد نجمة زيادة لازم يكون عندك مينيمم، مثلا اللوبي مساحته كذا، المطعم بيقدم اصناف كذا، فاهم؟ ممكن يكون بيقدم عدد اصناف اقل وحلوه جدا، حلوه جدا جدا جدا، بس هم بيبقى ليهم مينيمم ريكويرمنتس عشان تانلوك سكور معين، which is ده اللي مش دايما بيخلي السكور يديكتيت اللعبه دي حلوه ولا وحشه. فانا بنصح الناس تجربها يعني. بالظبط. في كل يعني في اللعب الاندي انت بتشوف لعبه ناجحه وبتسمع عنها زي مثلا اندرتيل او اللي قلت اسمها، امم. لكن بيبقى في قدامها 1000 لعبة نزلت ومحدش سمع عنها حاجة، والناس والله طبعا. تعبوا فيها برضو، اللي عملوها امم. تعبوا فيها اه يعني. وهي غالبا اصلا حتى اللعبه اللي بتنجح فيهم، يعني لو احنا اتكلمنا على توبي فوكس او اندرتيل او حتى دلتا رون، دلتا رون نفسها ما نجحتش زي اندرتيل، وهو نفس الشخص اللي عاملها وهو اللي بيعمل كل حاجه. صحيح هو فريد من نوعه، ان هو بيقدر يكتب ستوري ويقدر يحط اليمنتس في الار بي جي تخلي اللعبه مسليه، ويقدر لانه بيلعب مزيكا يخلي المزيكا ماشيه جدا مع الالعاب، ماشي ما قلناش حاجه. ايوه بس في الاخر خالص هو نفسه هو ما عرفش يعلي على اندرتيل. ولازم تبقى فكره اللعبه بنفسها جباره، غالبا ما بتبقاش المشكله في التنفيذ، هي بتبقى الفكره في الفكره نفسها يعني. انت برضو آه. يعني هو بيبقى نصيبك تمام مم. وحظك مم. يعني، مم. على حسب ما يتسمى. يعني مم. انا ممكن اديك مثال بلعبه. اللعبه دي انا مم. اسمي نزل فيها بالرغم ان انا ما عملتش مم. فيها حاجه، وهي لعبه اندي مم. اسمها تشوت شوت شارلز، اللي هي بتاعت قطر مم. كده مرعب بيجري. اللعبه دي مم. اتفاجئت ان اسمي نزل فيها، مم. لان انا كنت حاطط زي اداه
بتاعت سيف جيم في الانريل على النت، والشاب اللي بيعمل اللعبه خدها وحطها في اللعبه طب بتاعته، والله ده محترم. فاللايسنس ان هو لازم يكتب اسمي. فلما اوكي. شفت اسمي في اللعبه فحبيت ابص عليها، اكتشفت انها لعبه اندي عاملها واحد طالب عنده 20 سنه 18 سنه او حاجه زي كده، واللعبه عملت مبيعات ما بين 7 ل 10 مليون دولار. تمام. فالشاب يعني اللعبه نجحت جدا، ففتح قناه يوتيوب يدي نصايح عن ازاي تعمل لعبه تنجح بالنجاح دوت. ماشي. فده معناه ان هو معاه سر الخلطه، صح؟ صح. لا مش صح، لان اللعبه اللي بعدها، وبالرغم ان اللعبه اعلنها لاول مره جيف كيلي في المؤتمر بتاعه، الا ان اللعبه لما نزلت من كام اسبوع اللعبه فشلت فشل ذريع. صح. فهو موضوع نجاح اللعب المستقله دوت، صح صح او صح. نجاح اللعب عموما، غالبا ملوش ملكه وده ومفيش كله خلطه سريه. ده كله في الكونتنت والارت على فكره. انا في فيديوهات بالظبط. بنزلها على يوتيوب، انا بتفرج على الفيديو ببقى منبهر، اللي هو مش ممكن، والفيديو مثلا ما يجيبش 1000 فيو. طب وفي بقى ايه، فيديو تسلم ايدي. بالظبط. وفي فيديو انا بنزله مثلا ملو شرايط، لو انا بقالي كتير قوي ما نزلتش، لازم حاجه تنزل، فممكن اي اختار حاجه فكره، والسلام تلاقي ضرب. عاديه، مش اي حاجه بالسلام، بس تبقى فكره عاديه ايوه، قتلت بحثا قبل كده كذا مره، ما فيهاش مفيش موشن التجديد جرافيك وكده. والابداع. فاهم قصدي؟ وتلاقي الفيديو ضرب جدا، غريبه، ما الناس دي واحد احسن منه مليون مره. وبالظبط فده هي ده منطقي يعني، دي هي السبان دي عمليه منطقي. نسبيه. بس انت ونصيبك. انا انبسطت ان جنرال ان سكور 6 وانت قصد كل حاجه، يعني 100% البروجكت انتشنال، دي حاجه عظيمه جدا. برافو يعني. الحمد لله. طيب انا عايز اخش على السؤال. طبعا انا نفسي اسالك اسئله كتيره جدا، بس ممكن ناجلها لحلقات جايه. انا نفسي اسالك حاجات سبيسيفيك في الانريل، واقول لك تمام. هو الانريل انت دلوقتي احنا وصلنا ان انت بتموديل جواه وبتحتاج كود كتير جواه، ولا مجرد ان كل حاجه بيتعمل جوه الانجن باستثناء الحاجات اللي بتكلم الهاردوير، وبستخدم فين السي والسي بلس بلس، بس مش هنلحق. بس يعني ده خليه تيزر للحلقات الجايه. تمام. انا عارف ان محمد عنده قناه يوتيوب، انا مش عارف انت بتابديتها ولا لا، بس هي بتعلم الناس ازاي يقدروا يعملوا جيمز باستخدام الانريل انجن. انت لسه مكمل في القناه دي؟ لا بص، هي مشروع، هو انا بعد تقريبا لما خلصت لعبة الفراخ فكان عندي مم. الوقت اللي بعد الشغل شبه فاضي، ما عنديش لعبة بعملها او حاجة بعملها. فحسيت ان انا عندي كلمتين عايز اقولهم، يعني مم. حاسس ان انا يعني ممكن افيد بان انا اقدم كورس او كده مم. وبالعربي. فما مم. حبيتش ان الكورس دوت يعني يكون بفلوس او مدفوع او حاجة، وفي نفس الوقت مش عايز احطه عندي على البيرسونال تشانل بتاعتي، لان هي بيبقى مم. عليها زي ما تقول كده البورتفوليو بتاعي في مم. الجيمز. لما باجي اقدم في شركه ببعت لهم قناه اليوتيوب ضمن الحاجات اللي ببعتها. حلو. فعملت قناه جديده، سميها ايه، سميتها بتاع الجيمز. مم. حطيت عليها كورس من هنا بقى بيعلم جاي اسم بتاع الجيمز. هنا جه بتاع الجيمز بالظبط. انا كنت هو والله ما فيش اي ابداع، انا كنت قاعد يوميها بتفرج على احمد كمال بتاع افلام، فقلت بتاع افلام مم. اسميها بتاع الجيمز، يلا يلا، ما حدش لا 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 غلطان لا، حاجه. بس حلو. بس انا كده كده اصلا يعني ان شاء الله انا هنعمل كولاب بالنسبه للفيديو دوت، بحيث ان الناس اللي عندك يوصل لهم الفيديو ده، والناس اللي عندي يوصل لهم القناه التانيه لو عايزين يشوفوا، لان انا ان دخلت شاء الله. عليها ايوه ستيل هي عليها كونتنت، والكونتنت يعتبر فاليد، ممكن الناس تقدر تتعلم منه يعني. ايوه، الى هو ان لسه بقى شغال. ربنا يقويك وانت تابديته بقى. هو انا يعني يعني انا حسيت ان انا قدمت اللي ممكن يكون مفيد الرساله. ومش بالظبط. اه ولو عملت فيديوهات تاني هبقى بكرر. انا بالنسبه لي دايما بعتبر لو انت عايز تتعلم جيمز من الالف للياء بسرعه لازم مم. تتعلم مم. ازاي تعمل لعبه بونج وتقدر تعملها لوحدك. فدي دايما مم. نظرتي وده يعني اللي لما انت شارحه في القناه، بالظبط. لان انا لما بدخل والناس شركه تقدر تخش وتتفرج وتشوف الكلام ده، وفعلا تتعلم انها تقدر تعمل. بالظبط تتعلم جود يعملوا ستاف. سواء حلو. بالبرمجه اللي هي بالتوصيل اللي هي نوت امم. بيزد بروجرامينج، امم. او سواء امم. بالسي بلس بلس. هي امم. الفكره، انا لما بخش اي شركه جديده ويبقى عندهم مثلا محرك مش امم. معروف، فصعب، مش هتروح تسال جوجل، وحاليا مش هينفع تسال شات جي بي تي، لان ده بيبقى امم. محرك جوه الشركه. فبتعمل ايه، بروبريتوري بتحاول ما انك ينفعش حد. تضبش لغايه اما تتعلمه لوحدك، لان الدوكيومنتيشن اللي جوه الشركه برضو ما بتبقاش قد كده. فانا امم. بالنسبه لي حطيتها قاعده عندي ان انا لما اجي اتعامل مع محرك جديد احاول اعمل بونج او حاجه شبهها. امم. ساعتها لو عرفتها هبقى عرفت مداخل ومخارج المحرك ده، لان ساعتها هتبقى عرفت ازاي تتعامل مع ال 3 دي ميشز، ازاي تتعامل مع الصوت، مع الانيميشن، مع الفيزيكس، مع الانبوتس. كل الاساسيات اللي بتبني اي امم. لعبه كبيره هتلاقيها امم. موجوده في لعبه زي بونج ديت. بس امم. فانا كنت عايز اعمل بونج اشرح ازاي بتتعمل في الانريل، شكلها حلو وجميله وفانسي جدا امم. و... وبس. ولما دوت خلص تقريبا بطلت اعمل فيديوهات تاني على القناه.
جميل. بس من اول النقطه دي ممكن الناس تخش وتتفرج، لان احنا مهتمين جدا بالناس اللي نفسها تدخل مجال الالعاب وبتسال الطريق منين. ده جزء من الطريق، وجزء تاني الكلام اللي احنا بنقوله، وجزء ليه علاقه بالحظ والرزق والواسطه. بس كده. طيب ندخل على السؤال اللي بعده، ونبتدي بقى ايه، نخش على الاسئله الابسط نسبيا. تمام. احنا كده نعتبر، طيب لو انا ماليش فيها وهعمل اللي انت بتقول عليه، وانا التارجت بتاعي ان انا اوصل لشركه زي يوبي سوفت او ايبك جيمز او نينتندو، انا جايب لك شركات في اوروبا وشركه في اليابان، تمام. تمام. المفروض ان انا في اثناء الدراسه بقى، انا لو بكلم حد لسه داخل الجامعه، يبتدي بصرف النظر عن كليته يذاكر ايه او يركز على ايه في ايجاز؟ انت قلت الجزء المطول، بس في ايجاز ستريس على ايه؟ بص، هو هيشوف هو هل عايز يخش على وظيفة معينة ولا عايز بيخش والسلام، وبعد ما يخش ربنا يسهل له بقى ويحدد الشغلانة اللي يشتغلها في الجيمز. لو بص، هو هو probably يعني معظم الناس ما بتبقاش عارفه الجيم اندستري عامله ازاي، فصعب قوي يكون عايز يخش على وظيفه معينه. فانت اتكلم كجنراليست في مجال التطوير او مجال الانيميشن والكونسبت بتاع الالعاب. بص، هو ببساطة الشخص بيستقر هل هو ميوله فنية ولا ميوله تقنية، هل هو حابب ان هو في وقت من الاوقات هيقعد ويكتب كود والكود دوت يتحول لحاجة، ولا هو حابب ان هو يقعد يرسم، يعمل تصميمات 3D، يبقى تحريك مبدئيا الحاجات انت ديت. كده عندك اتجاهين، دولت اللي بيحددوا اللعبه: جزء تقني جدا مرتبط بالكمبيوتنج والهاردوير، وجزء فني جدا مرتبط حتى مش لازم بالانيميشن، بالرسم، بالافكار، انك انت تخلق بازل او ان انت تبتكر شخصيه او كلام زي كده، صح كده؟ تمام. في جزء تالت برضو ده ما مم. بيبقاش لا ده ولا ده، جزء التصميم، وفي الجزء الإداري. في أجزاء زي الإداري دي ناس بيبقى كل مهمتها إن هي تتابع الشغل بس، تعمل شيتات، برزنتيشنات، اكسل شيت، مم. معرفش إيه، بس رسوم ده مش بيانية. مش مش ثقافه طلبه، مفيش طالب هي مش ثقافة هيوقفه طلبة، بس ممكن ان حد هو يكون دارس حاجة زي إن هو دارس إدارة أعمال. يعني معظم الناس اللي مم. بتشتغل في الحاجات دي، ما دي فاكر لما مم. قلت لك في ناس ما بيبقاش ليها في الجيمز قوي، بيبقى ناس من مم. ديت، بيبقى الملكة بتاعته ان هو عارف ازاي يدير، عارف ازاي يخطط. الناس ديت وده برضو بيحرك ليها الاندستري شغلها. بحالها يعني، بالظبط، والناس دي بيحدد مكانها توجهات. موجود. وغالبا مم. الناس دي يعني ما بيطلبش منهم قوي ان هو يكون جيمر او فاهم ازاي اللعبة مم. بتتكون فاهم او بيزنس كده. بقى او كده. غالب الوقت ما بيطلبش من، بس بيبقى مطلوب منه ان هو فاهم بيزنس وفاهم ازاي يدير فريق بس. فهي سكك مم. مختلفة. ولكن مم. يعني انا ما بعرفش احسد، بس انا بحسد الجيل الحالي على وجود اليوتيوب. يعني وقت ما بدات مم. انا اتعلم وناس كتير ما كانش فيه يوتيوب. باليوتيوب صح. انت بس بمجرد ما تحس انا عايز اخش الجيمز اشتغل كذا، دور بس على كذا، هتلاقي 1000 كورس و1000 فيديو مجاني خالص على يوتيوب. مش محتاج انك تروح يوديمي ولا الحاجات المدفوعة ولا الكلام ده. خش مم. اكتب على يوتيوب، او اكتب دور على فيديوهات من اللي بتشرح نظرة عامة عن ازاي اللعبة بتتعمل. هتلاقي ناس كتير مم. بتشرح بالعربي وبالانجليزي عن ايه الوظائف اللي موجودة في مجال اللعب، وكل وظيفة بتعمل ايه. مم. تاخد فكرة، ومنها تقدر تحدد انت هدفك ايه، وبناء عليه مم. تقدر انك تبتدي تجهز نفسك. ويحاول يطلع بروتوتايب او لعبه مصغره as soon as possible زي ما انت بتقول، ولا دي حاجه هتيجي بعد كده مع الحاجات دي الشغل؟ بتساعد جدا، مم. وخصوصا مم. المشاركة في الفعاليات اللي اسمها زناقات الألعاب أو الجيم جامز. لأن مم. في الجيم جام الواحد ممكن يتعلم مم. في ال3 أيام بتوع الجام دول، اللي مم. ممكن يضيع بعد كده 6 شهور بيتعلموا، ممكن يتعلموا في 3 أيام. نخش بقى على اسئله الناس اللي عندها فضول يتعرفوا على الاندستري بتاعت الالعاب. من خبرتك ماشي. كواحد اشتغلت وتعاونت مع اكبر شركات الالعاب في العالم يعني، تمام، ايه افضل شركه العاب بتعمل العاب، وايه افضل شركه العاب تحب تشتغل فيها كمبرمج العاب، وهل هي حاجه واحده